مهرجان زيتون مدينه كرسيف اللي سكونات ماشي بعيد هذه لواحد 3 سيمانات كنا، وحاولنا نديروا المجهودات ديالنا جميعا في هذه الجمعيه وبالمساعده ديال رئيس المجلس البلدي ورئيس المجلس الاقليمي ورئيس جماعه ورا وبدركور اللي كنشكرهم كثير، ووظفوا جميع الطاقات ديالهم لا الماديه ولا المعنويه لانجاح هذه التظاهره. كما كتشوفوا اليوم كان واحد التغيير بالنسبه للمنصه ولا بالنسبه للملعب ديال الخيول. حاولنا هذا العام نجيبوا شي حاجه جديده وهي 2 السربات باش يستافدوا اكبر نسبه ممكنه من المشاركين ومن الخيلاء معنا اللي جاوا من جميع ربوع المغرب، واللي كتجاوز حاليا 500 خيل، يعني 500 فرس اللي كتشارك معنا تقريبا في حدود واحد 55 سربه على الصعيد الوطني اللي شاركت معنا من جميع الاقاليم. وهذا المهرجان هذا فيه مظاهرات رياضيه والرمايه، وعندنا جدارات مثل الرسوم. مقصنا جميع المجهودات. كان الحضور هنا كما كتشوفوا اكثر من 30 عارض من الجمعيات والتعاونيات الفلاحيه ولا الشركات اللي مختصه في الميدان الفلاحي اللي بذلت المجهود ديالها وحضرات معنا، وكذا الحضور ديالها وكذا العروض ديالها. على الصعيد الثقافي عندنا امسيات شعريه ان شاء الله الرحمن الرحيم، عندنا ذاكره المدينه، عندنا السهره الفنيه اللي غتكون ان شاء الله نهار 6 مساء. بالنسبه عندنا الشطرنج، عندنا الكره الحديديه، عندنا العدو الريفي، عندنا كره اليد. هذو كلهم برامج بخصوص هذا المهرجان هذا حاولنا نوفرهم. الجديد اللي زدنا هذا العام هو نقول لكم انه 2 ملاعب بالنسبه للخيل، هذه من ناحيه. من الناحيه الثانيه زياره السجل المحلي، واحد الفولكلور، وواحد المائده اللي غادي تكون لهاد النزلاء هادو، وزياره دار المسنين اللي خصنا لهم واحد القدر المالي على شكل البسه، لا بالنسبه للسيدات ولا بالنسبه للساده الحضور اللي غادي يكونوا. وفي الاخير كنشكر السيد العامل اللي اكد ثبت المساعده ديالو، وكنشكر جميع السلطات اللي مجهودات في انجاح هذه التظاهره. شكرا.